بيقول لك ايه بقى؟ ان جوائز الكونفدراليه كانت اشاعه، والجوائز للفايز بس. يعني الزمالك خد مليون دولار بس. ويا اخي ايه؟ خش بالانترو. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه والحاجات الحلوه دي؟ يوم جديد، يوم سعيد او حزين عادي، مش انتوا شايفينه. عدى يوم على ماتش الكونفدراليه وخلاص، حصل اللي حصل. نركز بقى في اللي جاي. عندنا دوري، عندنا ماتش سيراميكا، ماتش مهم جدا، ولازم ناخد الدوري يعني، ما نطلعش بلوشي كده، حرام يعني. هنبقى صفر فعلا بقى، هنبقى صفر زي اخواتنا حبايبنا اللي قاعدين يزيدوا من امبارح. بس حقهم، كده كده غلطتنا، احنا اللي فرطنا. استغفر الله العظيم يا رب. امبارح بعد الماتش في حاجات كتير حصلت، ناس كتير اتكلمت، ناس دفعت، ناس هاجمت، ناس زعلت. بس كل واحد ليه حق انه ينتقد، وليه حق انه ايه ما ينتقدش ويدافع. بس في ناس كتير طلعت تدافع عن كابتن معتمد جمال. ليه دفعتوا عنه؟ هو السبب الرئيسي اصلا في الهزيمه يا معلم. يعني انت يا معلم بتدافع طول الوقت وخايف وجبان، ليه يعني؟ ليه يا باشا؟ هو عدى، بس انت ليه خش لي بقى ماتش سيراميكا بتدافع برضه، على كمان ان احنا محتاجين ندافع في ماتش سيراميكا عشان سيراميكا بتلعب احسن اصلا من اتحاد العاصمه. ده اللي انت ما تعرفوش، وربنا يستر. امبارح طلع رئيس الشرف في نادي الزمالك، قال كلام على المنظومه بتاعت الزمالك كرئيس بقى وكمجلس اداره. قال كلام اللي هو، قال طلع كل اللي جواه. حقه، هو حقه يطلع كل اللي جواه. الراجل بيدعمك، اللي انت عايزه بيديهولك، كل حاجة. في الآخر تعمل فيه كده، ما هو أكيد لازم يبقى زعلان يعني. طلع بتويتة كده، انتوا أنا ما نمتش الليل بسببكم وانتوا السبب، فيما معناه يعني، عشان مش فكرة تويتة، وانتوا السبب وانتوا اللي خسرتونا، وحل انتوا مشاكلكم، وعندكم بقى إيقاف كده حلوه، عندكم مشاكل، وعندكم. ما هو حقه يطلع يتكلم، هو أكيد برضه متعصب. وطلع بتويتة تانية طبعا بقى بيشجع اللعيبة إن هما إيه، الدوري ولازم نكسب، ولازم نكسب سيراميكا عشان ناخد الدوري. برضه بحقه، ما هو لازم يدعم لعيبته. بس برضه انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده يعني خلاص بقى اقفلوا صفحة الكونفدرالية دي، ركزوا في الدوري. الدوري أهم دلوقتي يعني، طلعوا بواحد من اتنين مش اتنين من اتنين، عشان كده هتبقى وكسة كبيرة كده، لما الزمالك هيبقى في وكسة كبيرة. يعني عنده إيقاف قيد، ما خدش الكونفدرالية، خد تاني الكونفدرالية، واتضحك عليه وخد على قفاه من الإشاعات اللي طلعت إن الجايزة بتاعت تاني الكونفدرالية 2 مليون دولار. طلعت مليون دولار زي ما هي. البس، عيش بقى، شوف بقى هتجيب بقى فلوس منين وتطلع مين وتجيب منين عشان تمد مين. والهاصل اللي احنا فيه ده الصداع، دايرة كده ما بتخلص. يكفي ندي فلوس لده، طب نستنى على ده شوية، طب ده كذا، طب ده كذا، طب ده كذا. ادينا داخلين في دوامة، في دوامة يعني. الزمالك خلص الماتش، عندنا في ناس مصابة في الزمالك. عندنا مهدي سليمان عنده إصابة في الضمة، محمد إسماعيل إصابة في الخلفية. ربنا يا رب يشفيهم. نخش في أخبار الزمالك الأول، عشان احنا ابتدينا من الزمالك فلازم نخلص الزمالك. أي الزمالك خلص تلات تاني الكونفدرالية، وخلاص اللعيبة رايحة تريح النهاردة، وهتبدأوا تدريب من بكرة أو بعده، مش متذكر. طبعا حاجة لسه. اسمه ايه، مالي سليمان، محمد إسماعيل لسه طبعا مش هينزلوا التدريب عشان الإصابات، لسه هيتعملوا لهم كشف طبي تاني، فربنا يشفيهم. ونبدأ نجهز لماتش ايه الدوري اللي هو سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا طبعا هتنزل تهاجم، فريق أصلا منظم بطريقة بنت لذينة، وفريق متكامل يعني. أنا خايف، أنا السيناريو اللي أنا شايفه قدام عيني، الزمالك خسر الكونفدرالية، هينزل يوم الأربعاء يخسر إيه؟ الدوري. ده السيناريو اللي أنا حاسه، ربنا يستر. ده كل حاجة عن الزمالك. نخش بقى على الغريب التقليدي، وإخواتنا وأصحابنا الأهلاوية اللي قاعدين يزيتوا من إمبارح. يا باشا لازم بحقك طبعا،
بس أنت زدت، خلّيك في فرقتك، فرقتك اللي هي يعني أنتم بتقولوا أنتم في أسوأ ظروفكم، يا معلم أسوأ ظروفك مين يا معلم؟ أنت جاي أنت معاك فين؟ أنت معاك فرقة، فرقة مش تاكل الأخضر واليابس زي ما بيقولوا، لأ فرقة لو ضفادع بشرية جات لعبتها هتكسبها، عادي يعني. فما تقولش إنك في أسوأ ظروفك، أنت فريق متكامل، بس أنتم بقى مش عارفين تضبّطوها، الفرقة معلش يعني أوضة اللبس مش مضبوطة، أنتم مش عارفين كل ده، مش عارفين تضبّطوا أوضة اللبس، مش عارفين تسيطروا على لعيبتكم، لعيبتكم بتسهر، لعيبتكم مش شاغل بالها بالماتش، ينزل الماتش سهران، لأ دي مشاكلكم، أنتم حلّوها، لكن ما تجوش تقولوا إن أنتم إيه، إن أنتم فريق أسوأ مواسمك، أنت فريقك ياكل الأخضر واليابس، هجوم، دفاع، خط وسط، حراسة مرمى، وهنبارك لكم صحيح على مصطفى شوبير، خلاص أهوّة هيجدد وهيبقى فيها إيه، مبروك يا مصطفى. نتكلم عن إيه تاني؟ بعد كده مصطفى شوبير، وطبعًا إصابة مصطفى شوبير اللي كان راجع يشارك في التدريبات بعد ما الإصابة خفِّت. في أخبار طالعة بقى بتقول إيه، إن الأهلي تواصل اتفاق مع تروب، يا رب لأ، يعني شوف من جوايا باقول لكم يا رب لأ، بس أكيد لازم هو كده، كده لازم هيوصلوا لاتفاق يعني، مش هيسيبوا الموضوع سايب كده، ما هو الدروب ده هُم مش عايزينه، فأكيد لازم يوصلوا معاه لخط، يدفعوا بقى عقده كامل، يدفعوا ما يدفعوش حاجة خالص، هُم حرين، المهم إن هُم إيه، في اتفاق، هو في اتفاقية وصلت بينهم لسه إيه، ما حدش يعرف فيها حاجة، بس بيقولوا إن الدنيا إيه، ماشية بسلاسة. الأهلي طبعًا لعب ماتش وِدّي في الأيام اللي فاتت ديّة مع ديلفي وكسبوا 2-0 عشان بيجهّز لمباراة المصري اللي هي يوم الأربع في نفس توقيت ماتش الزمالك، وفي نفس توقيت ماتش بيراميدز، الزمالك أول، بيراميدز تاني، أهلي تالت، الزمالك خسر، بيراميدز كسب، الأهلي كسب، بيراميدز أول، أهلي تاني، زمالك تالت. سيناريو، صداع، ده صداع، ده موت ده، تمام، الزمالك كسب خد الدوري، اتعادل خد الدوري، الزمالك خسر، بيراميدز اتعادل، الأهلي كسب، الأهلي خد الدوري، بيراميدز طلع تاني، الزمالك نزل تاني، في كلا الأحوال التالت يلاحقك يا زمالك، فلا تقلق، وربنا يستر. في بقى أخبار تانية بتقول إن إيه، إبراهيم عادل بيقترب من الأهلي، وده اللي كنا متوقعينه يعني، هو مش هو ساب، هو كان عايز يروح الأهلي من أيام ما هو في بيراميدز، فهو كده كان مقرر يروح الأهلي، بس هو خدها لفة طويلة شوية يعني، الطبيعي، ده الطبيعي يعني هناك أنتم عارفين، فمبروك مقدما لإبراهيم عادل، وربنا يوفقك، يعني ربنا يوفقك، بس أنا يعني من وجهة نظري إن إبراهيم عادل مش هينجح مع الأهلي، مش بتاع ضغوطات إبراهيم عادل، ده توقعي، الله أعلم، ممكن يكسر الدنيا، ونقول له إيه، أنت أجمد واحد. إمام عاشور بقى، الرجل الأول في النادي الأهلي، إمام عاشور، منزّل story من يومين تقريبًا فيها لوجو الأهلي وعلامة infinity وقلب، ده بيوصّل حاجة، بيوصّل إن هو إيه، عايز يوصّل إيه، إن الأهلي ليه ما لا نهاية، أعتقد إن هو رسالة واضحة لأي حد، بس برضه غامضة في نفس الوقت، شُفت الdouble twist، twist إيه، مش هتفهم له حاجة، مش هتفهم هو هيجدد والّا هيمشي والّا وكيله أدم وطني عامل إيه في الأهلي، ولا عارفين يتواصلوا مع مين، ولا الأهلي عارف يتواصل مع ده ولا ده ولا فاهم حاجة. هو دلوقتي ما حدش فاهم إمام عاشور عايز إيه، يا ابني عايز تقعد والّا عايز تمشي؟ الأهلي مش بيقف على حد، وده كلام صحيح 100%، مش هيقف على حد، بس أنت ليه مش صريح؟ يا عم أنا مش عايز أكمل، أنا عايز أمشي، أنا عايز أجدد بس عايز أبقى بX amount، خلاص يا عم، هم وافقوا على X amount تمام، ما وافقوش جيب عرض وامشي، لكن ليه بقى story ووكيلك يطلع يتكلم؟
ونقعد في دوامة، وأنا بيّا، وأنا عليّا، ما اخلص، الحياة سريعة، 1+1=2. ليه كل الغموض في الحياة؟ ليه؟ ليه غموض ده، ليه الغموض ده؟ عامةً ربنا يوفقك، قعدت مع الأهلي، مشيت من الأهلي، رُحت السعودية، رُحت أوروبا، ربنا معاك. يعني ده ملخص إمام عاشور، وغموض ووضوح، غموض ووضوح، اللي هو أنا باحب الأهلي وهنقعد لطول العمر. يعني لأ، وكيله لأ، ده ماشي آخر الموسم وجاي له عرض ولازم الأهلي يوافق بيه. يا عم امشي، إيه المشكلة؟ ما تكبّروش المواضيع، مكبّرينها ليه؟ عايز يقعد يقعد، عايز يمشي يمشي، ليه كل ده؟ بس آخر خبر في الأهلي بيقولوا إن جوزيه جوميز اقترب من الأهلي ومش هيجدد مع الفريق اللي في السعودية. فيعني أتمنى لأ طبعًا. ده بكل ثقة يعني، يا رب ما ييجي الأهلي، ويا رب الزمالك يجيب مدرب أجنبي. يعني شُفت الdouble twist اللي أنا عملته، كنت باتكلم على الزمالك، دخلت في الأهلي، رجعت الزمالك، كمية فشكلة بنت لذينة. بس يعني جوزيه مش هيكمل في السعودية قولًا واحدًا. money talks، money talks. أكيد مش هييجي هنا ياخد 1.000.000 هناك ياخد 6.000.000 مثلًا. ده أنا باقول average، مش هاقول ده مش رقم حقيقي يعني، لا تفكروا الكلام ده بجد، ده رقم كده أنا باقوله وخلاص. أكيد لأ، يعني مش هيسيب الفلوس بتاعة السعودية وييجي مصر. ده كده كل حاجة عن الأهلي والزمالك. ماشي، نقوله بقى شوية أخبار في اللطيف منه كده. بيراميدز محمد حمدي خلاص أهو، ده بدأ ينزل التأهيل بعد الرباط الصليبي الحمد لله. طبعًا كانت إصابة وحشة جدًا مع المنتخب، والحمد لله يعني الحمد لله عمل عملية وربنا شفاه ورجع الملاعب تاني. وطبعًا بقى نتكلم على كريستيانو رونالدو الغير محظوظ، نحس، نون ح ص، نحس يُلعب. 7 بطولات ما خدش منهم ولا بطولة، لسه خسران من جنب أوساكي الياباني. يعني ما فاضلكش غير الدوري زي الزمالك، يا تاخد الدوري زي الزمالك، يا كفاية سعودية بقى، العب كأس العالم يا معلم وتاخده. أنا باحبك، أنا من معجبينك يا كريس CR7. يا تاخده بطولة كأس العالم وشكرًا كده، يا إيه، يا خلاص بقى كفاية. ما تهزقش نفسك في السعودية يا صديقي. أنت بتاخد فلوس واخد نسبة من النادي والدنيا جميلة وأنت الكلمة الأولى والواحدة، بس خلاص بقى، ادّي ادّي للأجيال القادمة، يعني الجيل الجاي بقى والجيل اللي بعده، يعني يالّا عيشوا اللحظة. أعتقد دي كل حاجة النهارده، ما فيش أخبار كتير. شكرًا ليكم إنكم بتتابعوني، وشكرًا إنكم بتتفرجوا عليَّ، ويا ريت ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. سلام.